اهلا بكل حبايبي طلاب تانية ثانوي. النهارده هنبدأ مع بعض الوحدة التانية، وزي ما احنا عارفين ان منهج التاريخ عبارة عن وحدتين. احنا خلصنا مع بعض الوحدة الاولى، هنبدأ مع بعض النهارده الدرس الاول في الوحدة التانية. الدرس اسمه الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي. الدرس ده بيتكلم عن 3 موضوعات. الموضوع الأول بيتكلم عن بعد وفاة الرسول المسلمين اختاروا الخليفة أبو بكر الصديق، فهيحكي لك إزاي اختاروا أبو بكر الصديق. ده أول جزء في الدرس. الجزء الثاني بيتكلم عن المشكلات الكبيرة اللي قابلت الخليفة أبو بكر الصديق، وعلى رأسها حروب الردة. آخر جزء في الدرس بيتكلم عن فلسفة الفتح الإسلامي، يعني هيعرفك الفتوحات الإسلامية كان الهدف منها إيه. وآخر حاجة خالص بيكلمك عن الفرق بين الفتوحات الإسلامية والاحتلال الأجنبي. يلا بينا مع بعض نبدأ الدرس الأول. يبدأ الدرس عندنا يقول لنا إن بعد وفاة الرسول جه أكتر من عصر للدولة الإسلامية. فأول عصر بعد الرسول عصر الخلفاء الراشدين، والعصر اللي جه بعد الخلفاء الراشدين اسمه عصر الدولة الأموية، والعصر اللي جه بعد الدولة الأموية اسمه عصر الدولة العباسية. دي أهم العصور اللي مرت بالدولة الإسلامية. أول عصر بعد وفاة الرسول اسمه عصر الخلفاء الراشدين. واحد يقول لي هو يعني إيه يا مستر عصر الخلفاء الراشدين؟ أقول لك الأول، هم سموهم خلفاء لأنهم خلفوا الرسول، يعني جم بعد الرسول. طب وليه يا مستر سموهم راشدين؟ قال لك إن هم سموهم راشدين لأنهم صاروا على نهج الرسول، وبالتالي مشيوا وفقا لتعاليم الدين الإسلامي. فسمي عصر أبو بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب والخليفة عثمان بن عفان والخليفة علي بن أبي طالب بعصر الخلفاء الراشدين. طبعا احنا عندنا بعد وفاة الرسول جه أكتر من عصر على الدولة الإسلامية، بس أكتر عصر مهم، أكتر عصر ليه أهمية بعد عصر النبي هو عصر الخلفاء الراشدين. تقول لي ليه يا مستر عصر الخلفاء الراشدين ده مهم جدا 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 للمسلمين؟ قال لك عشان خاطر حاجتين. أول حاجة إن الخلفاء الراشدين عملوا إيه؟ قال لك إن هم عصرهم كان من خلاله تحددت ملامح الدولة الإسلامية. يعني إيه يا مستر تحددت ملامح الدولة الإسلامية؟ يعني عصر الخلفاء الراشدين بدأ يظهر نظام الخلافة، فنظام الخلافة مشي عليه المسلمين في كل العصور اللي بعد كده. فعصر الخلفاء الراشدين بدأوا يحطوا نظام ثابت في الأمور الإدارية والأمور السياسية، وكل المسلمين صاروا عليها في الحكم بتاعهم. فنلاقي ان عصر الخلفاء الراشدين هو عصر مهم. ليه؟ لأن تحددت فيه شكل الدولة الإسلامية، تحددت فيه ملامح الدولة الإسلامية، اتحط فيه نظام السياسة والإدارة اللي مشي عليه المسلمين في كل العصور اللي بعد كده. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي حصل بعد وفاة الرسول. أول حاجة نعرفها، في نفس اليوم اللي توفي فيه الرسول لقينا إن الأنصار، إيه يا مستر الأنصار عملوا إيه؟ قال لك إن الأنصار اجتمعوا في مكان اسمه سقيفة بني ساعدة، وبدأوا يقولوا إحنا لازم ناخد
قرار ان احنا نعين حد يمسك الحكم بعد الرسول. ليه يا جماعة كده خدتوا القرار بكده؟ قال لك لان بعد وفاة الرسول لو ما خدناش قرار ان احنا نعين حاكم والقرار يكون بسرعة المسلمين هيتفككوا. فبالتالي اجتمع الانصار اللي هم اهل يثرب واختاروا زعيم الخزرج اللي هو اسمه ايه؟ قال لك ان هو اللي اسمه سعد ابن عبادة. مين يا مستر سعد بن عبادة؟ انا لسه قايل لك ان هو كان زعيم الايه؟ الخزرج. وقالوا احنا هنعين سعد ابن عبادة خليفة للمسلمين، يبقى رئيس لكل المسلمين، حاكم للمسلمين. طبعا وهم في السقيفة قرروا ان هم يعينوا سعد بن عبادة، كان الهدف استقرار الدولة الإسلامية. واخدوا القرار ده بسرعة، يعني في نفس يوم وفاة الرسول، علشان خاطر منع تفكك الدولة الإسلامية. دي من النقط المهمة اللي كان فيها نواتج التعلم اللي انت محتاج تسجلها عندك في الاسكتش او في المذكرة، عشان هتفيدك جدا وبيجي منها اسئلة كتير جدا في الامتحان. طب ايه اللي حصل يا مستر بعد كده؟ هل سعد بن عبادة ما هو الخليفة؟ اقول لك لا. ايه اللي حصل؟ ان المهاجرين عرفوا ان الانصار قاعدين في سقيفة بني سعد، فقام ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبعض المهاجرين وعلى رأسهم ابو عبيدة عامر ابن الجراح، قرروا ان هم يروحوا يقعدوا مع الانصار. قعدوا معاهم في سقيفة بني ساعدة وبدأوا بجو من المحبة والتشاور والأخوة والألفة، يتكلموا مع بعض ويتناقشوا مع بعض مين يبقى خليفة. فالأنصار قالوا احنا شايفين ان زعيم الخزرج سعد ابن عبادة راجل ليه مكانة كبيرة، هو زعيم الخزرج، احنا عايزينه يبقى خليفة المسلمين. فقام المهاجرين بدأوا يتناقشوا مع الأنصار وقالوا ايه؟ قالوا احنا عايزين ابو بكر الصديق. اشمعنى يا مستر ابو بكر الصديق؟ قال لك اصل ابو بكر الصديق في كل الصفات اللي تخليه يبقى هو الخليفه. اكبر الصحابه سنا، شارك في كل الغزوات، اول من اسلم من الرجال. لما الرسول مرض في الفتره الاخيره كان بيخلي ابو بكر الصديق يقود بامامه الصلاه بالمسلمين، فكان ليه صفات كتير جدا. فبالتالي لما عرضوا الصفات دي على الأنصار وفي جو من الود والمحبة، الأنصار اتنازلوا عن رأيهم. وده يبين لك إن هم ما تشبثوش برأيهم، ما كانش عندهم في النقطة دي عصبية قبلية، بقى عندهم انتماء للدولة الإسلامية وإن هم عايزين يعينوا حد يخلي فيه استقرار للدولة الإسلامية. فبالتالي قالوا خلاص احنا موافقين على أبو بكر الصديق، وكل الناس اللي في السقيفة قالوا احنا موافقين على أبو بكر الصديق، وتم تعيين أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. خد بالك بقى، اللي أنا حكيه ده كله بنسميه البيعة الخاصة. يعني يا مستر البيعة الخاصة؟ البيعة الخاصة يعني بيعة يعني اتفاق. هو كان اتفاق خاص ببعض المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ان هم يختاروا ابو بكر الصديق. خد بالك بقى في حاجه، الرسول ما اختارش حد يبقى خليفه بعده. ليه؟ عشان اللي انا حكيته ده كله، هو حب ان يترك الامر شورى بين المسلمين، ادى للمسلمين الحريه في وضع نظام الحكم ان هم يتشاوروا مع بعض، وبالتالي اختاروا ابو بكر الصديق خليفه. تم مبايعه ابو بكر الصديق خليفه للرسول، خليفة المسلمين، وتعتبر بيعة السقيفة هو أول حدث تاريخي تولد عنه نظام الخلافة الإسلامية. ونقدر نقول، سجل عندك الحتة دي مهمة جدا، نقدر نقول إن الاجتماع ده ممكن نقول عليه جمعية عمومية. نقدر نقول إن هو كان أسمى درجات الشورى، وكان في ديمقراطية، الناس اتشاورت مع بعض وقالوا رأيهم، وبالتالي كان اجتماع مثمر جدا. بعد أبو بكر الصديق
ما اتفقوا عليه في السقيفة ان هو يبقى الحاكم، خرج ابو بكر الصديق وراح الجامع، المسجد اللي في المدينة المنورة، وعمل حاجة اسمها البيعة العامة. يعني ايه مستر البيعة العامة؟ في مسجد الرسول وقف ابو بكر الصديق وقال خطبة مهمة جدا جدا جدا، ومن الخطب اللي بتدرس اللي بنطلع منها بالعديد من النقاط المهمة. الأول هو في الخطبة لما طلع على المنبر وخطب في المسلمين قال لهم المنهج اللي هتسير عليه الدولة الإسلامية. طب يا ترى يا مستر هو قال إيه في الخطبة دي؟ تعالوا مع بعض نشوف هو قال إيه في الخطبة. أول حاجة هو بدأ الخطبة كلم كل المسلمين اللي موجودين في المدينة، قال لهم إنني قد وليت عليكم ولست بخيركم. يعني قال لهم أنا بقيت الوالي بتاعكم، أنا بقيت الحاكم بتاعكم، وأنا مش أحسن واحد فيكم. وده يبين لك إن هو يتميز بالتواضع. وقال لهم إن أنا لو أحسنت، لو أنا بقيت كويس معاكم أعينوني، اقفوا معايا، وإن أسأت فقوموني. يعني بيقول لهم أنا عايزكم لو أنتوا شايفين إن أنا ماشي كويس ساعدوني، اقفوا معايا. لو لقيتوني إن أنا مش ماشي كويس قوموني. وقال لهم حاجة في منتهى الأهمية. قال لهم إيه؟ قال لهم إن هو هيطبق العدل، وإن أي حد في المجتمع حتى لو ضعيف، قال لهم الضعيف فيكم قوي عندي. يعني لو حد غلبان وضعيف أنا هقف معاه حتى أوتيه حقه. وده يديك مؤشر إن هو قرر تطبيق العدل. قال لهم أطيعوني كما أطعت الله والرسول. وقال لهم لو لقيتوني مش ماشي على كلام الله والرسول ما تطيعونيش. وقال لهم أنا عايزكم تجاهدوا في سبيل الله، وإن أنتوا تقوموا بالصلاة. يبقى دعاهم إلى الحفاظ على دينهم وطلب منهم الطاعة. ودي من أهم المبادئ اللي احنا نقدر نلخص بيها خطبة أبو بكر الصديق. من أول وأكبر الأخطار اللي واجهت الخليفة أبو بكر الصديق منذ توليه الخلافة هي حركة الردة. تقول لي يعني إيه يا مستر حركة الردة؟ ظهر في الدولة الإسلامية ناس اسمهم المرتدون. تقول لي هو يعني إيه مرتدون؟ ناس ارتدت عن الإسلام، ودول نوعين. أول حاجة ناس رفضت دفع الزكاة، قالوا احنا هنخلينا مسلمين زي ما احنا، بس احنا مش هندفع الزكاة. تقول لي يا مستر طب ايه المشكلة ان هم ما يدفعوش زكاة؟ اقول لك لا، دي مشكلة كبيرة جدا. ده معنى ان المسلمين ما يدفعوش زكاة، وهي احد اركان الاسلام الخمسة. احنا كده بنضعف الناحية المالية للدولة الاسلامية. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الزكاة من اركان الاسلام الخمسة، فانت بتهدم ركن من الخمس اركان الاساسية، فبالتالي كده انت بتضعف الدين الاسلامي والدولة الاسلامية. فابو بكر الصديق اعترض على ان في ناس يبقوا مسلمين بس ما يدفعوش الزكاة. تاني حاجة قال لك ان في قوم ادعوا النبوة. يعني ايه يا مستر ادعوا النبوة؟ يعني قالوا ان احنا انبياء وبينزل علينا الوحي زي الرسول بالظبط. شبه واحد اسمه طليحة الاسدي والاسود العنسي ومسيلمة الكذاب. دول ناس ادعوا النبوة، قالوا احنا بينزل علينا الوحي واحنا مفروض الناس كلها تجتمع حوالينا واحنا هنكمل الدين. وبالتالي هم طبعا لا كان بينزل عليهم وحي ولا اي حاجة خالص، هم كان عندهم اغراض شخصية، كانوا عايزين يبقى عندهم زعامة. وبالتالي انتشرت حركة الردة في شبه الجزيرة العربية. بس خد بالك، كل شبه الجزيرة العربية انتشرت فيه حركة الردة ما عدا مكة والمدينة
والطائف اللي هي بلاد الحجاز. طب انت تقول لي ليه بقى اشمعنى المدينة ومكة والطائف اللي تنهم مستمرين على الدين الإسلامي وحافظوا على تعليم الدين الإسلامي؟ أول حاجة إن في مكة والمدينة والطائف اتعلموا على إيد الرسول، وبالتالي كانوا هم ثابتين في الدين الإسلامي. رقم 2، كل الناس اللي كانوا بعيد عن مكة وعن يثرب وعن الطائف ما كانوش مرتبطين بالدين الإسلامي، هم كانوا مرتبطين بالرسول. تعالوا مع بعض نعرف أسباب انتشار حروب الردة. إيه اللي خلى ناس تمتنع عن دفع الزكاة وإيه اللي خلى ناس تدعي النبوة؟ أول سبب إن هم كانوا مرتبطين بالرسول على رأس الدولة، فلما الرسول مات تركوا الدين الإسلامي. عشان كده أبو بكر الصديق قال لهم إيه؟ قال لهم من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. وبهذه الكلمات أبو بكر ثبت ناس كتير في الدين الإسلامي. يبقى أول سبب إن هم مرتبطين بالرسول. رقم 2، يقول لك ضعف الإيمان وعدم فهم نصوص القرآن. يعني كان في ناس كتير مسلمين كان إيمانهم ضعيف وما كانوش فاهمين آيات القرآن. رقم 3، كتير جدا كانوا عايزين ما يرتبطوش بمبادئ وبالقواعد الخاصة بالدين الإسلامي، كانوا عايزين يرجعوا لإيه؟ للجاهلية، مش عايزين يلتزموا بتكاليف الإسلام. يقول لك أنا إيه اللي يخليني أصلي؟ إيه اللي يخليني أدفع زكاة؟ أخد من فلوسي وأديها الناس الفقراء؟ إيه اللي يخليني إن أنا أصوم؟ طب ما أنا أرجع لأيام الجاهلية تاني، أرجع لعبادة الأوثان والأصنام والحياة تبقى بلا أي قيود خالص. فقال لك إن في ناس كان عندها حنين للجاهلية والرغبة في الهروب من تكاليف التزامات الإسلام، وهنا هم عايزين يعودوا للجاهلية، عايزين يعودوا لإيه؟ للماضي. رقم 4، إن كان في قوة خارجية بتحرضهم على كده، ونقول إن السبب ده سبب سياسي، إن كان في تحريض القوى الخارجية للإيه؟ للإسلام. آخر سبب إن كان في ناس بتدور على الزعامة، كانوا عايزين يبقوا الزعماء، عايزين يبقوا الرؤساء، فبالتالي قرروا إن هم يرتدوا عن الإسلام. فيقول لك التنافس على الزعامة بين القبائل، دي بنسميها العصبية القبلية. ده بالنسبة لأسباب انتشار الردة. طب يا ترى أبو بكر الصديق كان إيه موقفه؟ في صحابة وكان رأيهم إن هم ما يحاربوش المرتدين. زي مين يا مستر كان رأيه كده؟ عمر ابن الخطاب قال لهم إحنا نتركهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. لكن أبو بكر الصديق رفض وقال إن إحنا لازم نواجه المرتدين، لازم إن إحنا نقضي على حركة الردة عشان نعيد الاستقرار للدولة الإسلامية. وقرر أبو بكر الصديق إن هو يعمل 11 لواء، يعني 11 فرقة، والقيادة العامة للجيش لخالد ابن الوليد. تقول لي يا مستر اشمعنى خالد بن الوليد؟ احنا لسه قايلين في المحاضرة اللي فاتت إن خالد ابن الوليد كان ليه دور كبير جدا في غزوة مؤتة. هو أنقذ المسلمين من خسارة كبيرة جدا قدام الروم، وقدر ينسحب بالجيش دون أن يتعرض المسلمين لأذى، وأنقذ الجيش الإسلامي. وبالتالي الخليفة أبو بكر الصديق استوسم فيه خير، قال إن هو هيقدر يقود الجيوش الإسلامية وهيقدر إن هو يقضي على حركة المرتدين. أنا عايز أقول لكم بس الخريطة دي مهمة جدا عندنا. شوفوا الجيوش اتحركت لمناطق كتير جدا، زي ما انتم شايفين في جيش اتحرك لطليحة الأسدي، ولقينا ان في جيوش نزلت لغاية حضرموت، ولقينا ان في جيوش نزلت لغاية اليمن. لكن يهمني في الخريطة دي ان انت تعرف ان في اكتر من جيش راح لمسيلمة الكذاب، لانه كان معاه
جيش كبير جدا، وبالتالي لقينا ان اكتر من جيش واكتر من قائد تحرك لمسيلمة الكذاب، ودي من المعلومات المهمة جدا. بعد كده ابو بكر الصديق اخذ من منطقة ذي القصة خارج المدينة مقر لقيادة الجيوش، وفي النهاية قدر المسلمين يقضوا على حركة الردة وأعادوا مرة أخرى الاستقرار، وكانت نقطة فاصلة في التاريخ الإسلامي. طب تعالوا مع بعض نشوف ما هي نتائج حركة الردة، ما هي نتائج حروب الردة. يا ترى إيه اللي نتج إن المسلمين انتصروا على المرتدين؟ أول حاجة نعرفها إن أعادة التوازن مرة أخرى للموقف الإسلامي، وحصل اتحاد مرة أخرى للمسلمين. كان قبل كده كان في ناس مسلمين وناس مرتدين، لكن لما حصل إن خالد ابن الوليد قاد الجيوش وقدر يقضي على حركة الردة، المسلمين كلهم اتوحدوا تاني مع بعض، بقى في توازن داخل الدولة الإسلامية. كمان القبائل العربية اتوحدت تحت راية الإسلام وتكوين الجيوش الإسلامية. خلاص بقى كل القبائل مبقاش بقى في حاجة اسمها بقى عصبية قبلية، بقى الانتماء كله للدولة الإسلامية. كمان أتاحت الفرصة للقوات الإسلامية للاشتراك في معارك كبيرة. طبعا في حروب الردة كانت حروب قوية جدا، فبالتالي ادتهم الفرصة ان هم يخشوا معارك كبيرة، فده ساعدهم بعد كده ان هم يقدروا يعملوا فتوحات إسلامية كبيرة خارج شبه الجزيرة العربية. مش بس كده، ده كمان كان من نتائج حروب الردة ان ظهر لنا شخصيات كبيرة جدا في الجيش، ناس تقدر تقود الجيش الإسلامي وتحقق انتصارات كبيرة في الجيش زي خالد ابن الوليد. كمان حاجة ان بعد حروب الردة قدر المسلمين ان هم يقوموا بالفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية، لأن المسلمين كلهم بقوا وحدة واحدة، قاموا بالعديد من المعارك أثناء حروب الردة فأخذوا خبرات كبيرة. كمان ظهر شخصيات كبيرة داخل الجيش، فقام المسلمين بالانطلاق خارج شبه الجزيرة العربية ونشر الدين الإسلامي. بعد أن قضى أبو بكر الصديق على المرتدين في شبه الجزيرة العربية، شرع في تنفيذ السياسة التي أقرها الرسول، وهي نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. ده اللي بنسميه حركة الفتوحات الإسلامية. تعالوا مع بعض نشوف إيه هي فلسفة ومبادئ الفتح الإسلامي. بصوا بقى، أول حاجة نعرفها إن الفتح الإسلامي قدم فيه كتير من المسلمين أرواحهم ودمائهم في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. فيقول عندنا في المنهج إن الدين الإسلامي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكان الدين الإسلامي رحمة للعالمين. يبقى دي أول نقطة نعرفها، إن فلسفة الفتح الإسلامي كان هدف الإسلام إن هو ينقل الناس من الظلمات إلى النور. رقم 2، إن المسلمين قدموا دمائهم وأرواحهم في سبيل الله لإعلان كلمة الله ونشر الدين الإسلامي. رقم 3، إن الفتوحات الإسلامية نقدر نقول إن هم مش خدوا الإسلام نشروه وودوه للأمم، لا، ده هم جابوا الأمم إلى الإسلام. يقول لك كان الفاتحون لا يريدون علوا في الأرض أو فسادا، إنما يحملون كتاب الله الكريم يفتحون به العقول والقلوب. عشان كده يقول لك إن المسلمين الأوائل لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم، بل نقلوا الأمم إلى الإسلام. عايز يوصل لك إن الفتوحات الإسلامية ما كانش المسلمين الأوائل بينشروا الإسلام في البلاد دي، لا، ده كانوا بيجيبوا البلاد دي إلى الدين الإسلام. في نقطة كمان، إن ما كانش القتال والحرب هي أولوية للمسلمين. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ قال لك إن كان المسلمين لما بيحاربوا أي بلد كانوا بيعرضوا عليهم 3 حاجات. أول حاجة يقول لهم ادخلوا في الإسلام. طب لو مش عايزين يخشوا في الإسلام
ادفعوا الجزية، والجزية هي مبلغ من المال كان بيدفعه أهل تلك البلاد عشان المسلمين هيحموهم. طب لو هما ما رضيوش يخشوا في الإسلام وما رضيوش يدفعوا الجزية، يبقى الحل الثالث هو القتال. يبقى إذا القتال ما كانش الاختيار رقم واحد. فيقول لك في المنهج إن الفتح لله وفي سبيل الله لم يكن القتال يشكل الأولوية في الإسلام، بل هو آخر ما كان يلجأ إليه المسلمين. الأولوية كانت العقيدة، الأولوية إن هو يخش في الإيه؟ في الإسلام. فيقول لك إن العقيدة الإسلامية تمنع إكراه الناس على اعتناق الدين الإسلامي، يعني ما ينفعش حد يعتنق الدين الإسلامي بالإكراه، لأن المسلمين كانوا بيخيروا الناس اللي بيقتلوهم، يقول لهم إيه؟ رقم واحد الدخول في الإسلام، رقم اتنين يدفعوا الجزية، رقم ثلاثة القتال. إذا القتال هو كان آخر اختيار. وخد بالك إن سيف الإسلام، الفتوحات الإسلامية، الحروب اللي المسلمين قاموا بيها ما قاموش ضد ناس ضعفاء، ده سيف الإسلام وجه ضد القياصرة. خلاص، يعني إيه؟ يعني ضد قادة الرومان، ضد الأكاسرة اللي هم قادة الفرس. يعني ما وجهوش السيوف في وجه المستضعفين، بل ضد الجيوش الإيه؟ الكبيرة. يقول لك فسيف الإسلام لم يشهر في وجه المستضعفين، بل في وجه القياصرة الرومان والأكاسرة الفرس الذين يمتلكون الجيوش ويتسلطون على العباد. وكل ما سبق ينفي ما يدعيه البعض زورا بأن الإسلام انتشر بحد السيف، لأن الدين الإسلامي انتشر في العديد من المناطق عن طريق التجارة والدعاة. يعني عن طريق إن واحد يروح منطقة يتاجر فيها، فعن طريق أمانة التجار وصدقهم يدخل الناس في الدين الإسلامي. وفي مناطق دخلت عن طريق الدعاة المسلمين. وتأكيدا على الكلام ده نلاقي إن الرسول كان واضع للمسلمين حاجة اسمها آداب الحرب في الإسلام، كان حاطط لهم مبادئ لازم يمشوا عليها لما يكونوا بيحاربوا. ودي يا جماعة نقدر نكتب جنبها حقوق الإنسان. إن الرسول اتبع حقوق الإنسان. قال لهم إيه؟ أول حاجة لا تقتلوا شيخا أو طفلا أو امرأة. يعني لو دخلتوا تحاربوا ما يقتلش طفل ولا ست ولا راجل كبير. رقم اتنين لا تغيروا عليهم ليلا كي لا تروعوا النساء والأطفال. قال لهم يعني لما تهجموا على مكان ما تهجموش بالليل، عشان طبعا بالليل الدنيا بتبقى ضلمه والمعركه بتبقى صعبه جدا، فالاطفال والنساء هيخافوا ويروعوا. رقم ثلاثة لو انتوا لقيتوا راهب، يعني واحد بيتعبد في الصحراء بيصلي مع نفسه ملوش اي علاقه او اي عداوه باي حد، سيبوه ما تقربوش منه. فقال لهم ايه؟ لا تقتربوا رهبانا، تفرغوا للعباده والصلاه في الصوامع. الصوامع اللي هي الاماكن الخاصه بالرهبان اللي هم بيصلوا فيها. وبكده الرسول رفض ان هم يقربوا للرهبان. كمان لا تهدموا بيت او معبد، قال لهم اي معبد الناس بتصلي فيه او اي بيت ما تهدموش. اخر حاجه لا تحرق زرعا ولا تقطع نخلا، حتى الطبيعه حتى النباتات حتى النخل ما تقطعوش ما تجيش تحرق اي زرع. وبكده الرسول حط العديد من المبادئ اللي لازم القادة المسلمين والجيوش الإسلامية تتبعها أثناء المعارك. تعالوا مع بعض بقى نختم المحاضرة بتاعتنا بأهداف الفتوحات الإسلامية وأهداف الاحتلال الأجنبي. تعالوا كده شوف الفرق بين الاثنين. أول حاجة الفتوحات الإسلامية. رقم واحد قال لك إن الهدف من الفتوحات الإسلامية نشر العقيدة الإسلامية السمحة. يعني الهدف من الفتوحات الإسلامية مش إن يتم نهب الغير أو ياخدوا خيرات الغير أو يستعبدوا الدول اللي هم بيحاربوها، لكن كان الهدف من الفتوحات الإسلامية هي نشر الدين الإسلامي وينشروا المبادئ والتعاليم السمحة التي تدعو إلى حرية الإنسان، يبقى الإنسان يبقى حر. رقم اتنين احترام الآخر والتعايش السلمي. يعني لما المسلمين يعملوا فتوحات إسلامية يعيشوا في سلام مع الناس اللي عايشين في تلك البلاد، وكمان
يخلوا الناس دي تعيش في حرية وفي احترام الآخر. تاني حاجة نشر الحق والعدل والرحمة والأمن. إن المسلمين لما كانوا بيروحوا أي بلد كانوا بينشروا فيه الحق والعدل والرحمة والأمن. كمان حاجة إن الفتوحات الإسلامية كان هدفها تحقيق الوحدة والمساواة، فالناس في الإسلام أمة واحدة. حتى الرسول قال إيه؟ لا فرق بين عربي وأعجمي. يعني إيه عربي وأعجمي؟ يعني مفيش فرق بين عربي وواحد غير عربي. يبقى الرسول قال لا فرق بين عربي وأعجمي، يعني مفيش فرق بين شخص عربي وشخص غير عربي إلا بالتقوى، إلا بالأعمال الحسنة. لكن لو جينا قلنا إيه الهدف من الاحتلال؟ الدول زي الروم والفرس لما كانوا بيروحوا بلاد يحتلوها كان هدفهم إخضاع الشعوب دي ليهم، إن هم يستعبدوا الشعوب، إن هم يستنزفوا خيراتهم، إن هم ياخدوا خيرهم، إن هم يخلوهم عبيد عندهم. ده احتلال غير خالص الفتوحات الإسلامية. فيقول لك كان الهدف إخضاع الشعوب الأخرى، تحقيق السيادة وبناء إمبراطوريات ونهب الثروات واستغلال طاقات الشعوب. كده يا حبايبي نكون خلصنا مع بعض الدرس الأول اللي هو الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي. أخذنا إيه اللي حصل بعد وفاة النبي وتعيين الخليفة أبو بكر الصديق، وأخذنا مع بعض حروب الردة، وأخذنا مع بعض فلسفة الفتح الإسلامي والفرق بين الفتوحات الإسلامية والاحتلال الأجنبي. تعالوا مع بعض نحل أسئلة على النظام الجديد. السؤال بيقول: تعد من الدروس المستفادة من بيعة السقيفة. بيعة السقيفة اللي احنا قلنا عنها من شوية إن المسلمين اجتمعوا في سقيفة بني سعدة وتشاور المهاجرين والأنصار واختاروا في الآخر أبو بكر الصديق. من الدروس المستفادة إيه؟ هل ضرورة مواجهة المؤامرات الخارجية، ولا الحفاظ على الجبهة الداخلية، ولا وضع خطط للنهوض بالأوضاع الاقتصادية، ولا الحرص على نشر الدعوة الإسلامية؟ هتلاقي في الإجابات حاجات ما تنفعش خالص خالص. يعني مثلا يقول لك إيه؟ وضع خطط للنهوض بالأوضاع الاقتصادية. إيه علاقة الأوضاع الاقتصادية بالموضوع أصلا؟ ده أنا بقول لك إن المسلمين اتشاوروا، المهاجرين والأنصار اتشاوروا، وفي الآخر اتفقوا بجو من المحبة وبجو من الألفة إن هم يختاروا أبو بكر الصديق خليفة. إذن ما كانش في حاجة اقتصادية، ما كانش في أي مؤامرات خارجية. هل البيعة دي كان هدفها الحرص على نشر الإسلام؟ ملوش علاقة. يبقى أكيد الحفاظ على الجبهة الداخلية، إن هم اتفقوا مع بعض وخلوا الدولة الإسلامية وحدة واحدة. السؤال رقم 2 بيقول: من أهم نتائج حروب الردة على الدولة الإسلامية إيه؟ هل التفوق العسكري على الدول المجاورة؟ من غير ما أكمل يعني ملهاش حاجة خالص. التفرغ لتحقيق النهضة اقتصادية برضه غلط. بقى عندي تحقيق الاستقرار السياسي ولا الحرص على نشر الدعوة الإسلامية؟ يا جماعة احنا قلنا إن حروب الردة كان الهدف منها إن المسلمين كلهم يبقوا وحدة واحدة، يبقى المسلمين كلهم كيان واحد، فبالتالي الهدف هنا تحقيق الاستقرار السياسي. النقطة رقم 3: تقوم فلسفة الفتح الإسلامي على إيه؟ هل نشر الدين الإسلامي في جميع البلاد، ولا استغلال ثروات البلاد، ولا توسيع رقعة الدولة الإسلامية، ولا سيادة المسلمين على البلاد المفتوحة؟ طبعا أكيد الفلسفة نشر الدين الإسلامي في جميع البلاد. استنتج كيف كان الإسلام سباقا في الحفاظ على حقوق المدنيين في الحرب. قلنا إن الرسول وضع حقوق الإنسان، آداب الحرب في الإسلام. ما يهجموش على القبائل بالليل عشان ما يروعوش الأطفال والنساء، ما يقتلوش ولا طفل ولا شيخ ولا امرأة، ما يقربوش من راهب بيصلي، ما يهدموش بيت أو معبد، ما يحرقوش زرع ولا يقطعوا نخلة. احنا كده خلصنا المحاضرة. هننزل حصة كلها حل على منصتنا، وبالتوفيق ليكم.